كتير من الفيتامينات والمعادن مهمة للجسم، لكن خبراء التغذية حوالين العالم خصصوا 9 من العناصر الأساسية المهمة جدا، ولازم ناخدها كل يوم بكميات كافية. فالفيتامينات بتلعب دور مهم جدا في الجسم، لأن الجسم بيحتاج الفيتامينات دي لتكسير وهضم العناصر الغذائية الكبيرة زي البروتين والدهون والكربوهيدرات. معظم الناس بياخدوا الفيتامينات دي من مصادر خارجية كمكملات غذائية لما يعرفوا ان جسمهم ناقص الفيتامين ده، وعشان مش بياكلوا فاكهة او خضار كتير، وده اللي يخليهم عندهم نقص في الفيتامينات عموما. فايه هي الفيتامينات والمعادن اللي لازم ناخدها كل يوم، وايه فايدتها لو اخدناها بكميات كافية؟ كل ده هنعرفه في حلقة النهاردة. كمل الفيديو للآخر واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل معلومة جديدة. ويلا بينا نبدأ الحلقة. تسع فيتامينات لازم ناخدها يوميا. أول فيتامين معانا هو فيتامين ألف. يعتبر فيتامين ألف قابل للذوبان في الدهون، وعلى حسب خبراء الأطباء فإن الجرعة اليومية بتكون 700 مايكروجرام في اليوم للبنات و900 للرجال. موجود في كتير من المنتجات الألبان والفواكه والزبدة والخضار، ومعظم الفواكه والخضار بيكون لونهم غالب على اللون الأصفر والبرتقالي، وده لأن الأغذية دي بيكون فيها بيتا كاروتين، وزي ما قلنا في حلقة البيتا كاروتين إنه بيعتبر المادة الأولية لفيتامين ألف. هسيب لك لينك حلقة البيتا كاروتين فوق في البايو على اليمين، لأن فعلا حلقة مهمة جدا. طب إيه هي الأمثال على فيتامين ألف؟ عندك فيه البطيخ والشمام والمشمش والمانجا وغيرها كتير. وفوائد فيتامين ألف كتير، فهي بتمنع الالتهابات وبتقوي صحة القلب والجلد والرئة والكليتين، وبيحافظ على النظر. عندنا مثل شائع في مصر: كل جزر عشان يقوي النظر. وبيعتبر الجزر من اللون البرتقالي لأنه غني بمادة البيتا كاروتين. فيتامين ب بتختلف الجرعة اليومية حسب نوع المركب الكيميائي، عشان فيتامين ب بيتكون من 8 مركبات كيميائية. ولكن بوجه عام ففيتامين ب موجود في الخضروات الورقية اللي بيكون لونها أخضر غامق، وبروتينات الحيوانية والحبوب الكاملة. البروتينات الحيوانية زي الفراخ واللحمة، والحبوب الكاملة زي العدس أو الفول. معظم فيتامين ب بيستخدم لتحويل الغذاء إلى طاقة، وده معناه إنه مهم جدا لنمو الخلايا الجسدية وتطورها في الجسم. فوائده إنه بيحافظ على وظائف المخ والذاكرة، وبيعمل على تقليل الكوليسترول الضار في الدم اللي هو ال LDL، وبيرفع الكوليسترول الجيد اللي هو ال HDL. ده معناه إنه بيقلل مخاطر أمراض القلب، وضروري جدا لإنتاج خلايا الدم الطبيعية، وكمان بيحافظ على الجهاز العصبي. فيتامين د جزء كبير منه بيكون جاي من الشمس، فلو الجسم استقبل الشمس في الوقت الصحي ليها طبعا، اللي هو غالبا بيبقى من 9 صباحا ل1 الظهر، فكده انت خدت 80 ل 90% من فيتامين د. وفوائد فيتامين د كتير جدا، بيقوي العظام والأسنان وجهاز المناعة. معظم الناس عندهم نقص في فيتامين د رغم انه مهم جدا للجسم. فمثلا لو موجود فيتامين د بنسبة كبيرة في جسمك، فده هيخليه يتعامل مع نزلات البرد بصورة قوية، عشان هو المسؤول الأول عن الجهاز المناعي القوي للجسم. وفي دراسات كتير بتأكد ان في علاقة بين نقص فيتامين د وارتفاع ضغط الدم والسرطان، بس مفيش اي اثبات لغاية دلوقتي على الدراسة دي. وتحذير مهم بالنسبة لفيتامين د ان مينفعش نتناوله من مصادر خارجية
من غير وصف الدكتور، عشان كتر فيتامين د في الجسم بيدمر الكليتين. فيتامين ه هو فيتامين مهم لوظائف الأعضاء، وبينصح بتناوله 15 مللي جرام يوميا على حسب خبراء التغذية، وموجود في مصادر متنوعة كتير جدا زي الزيوت النباتية والأفوكادو والسبانخ والمكسرات والحبوب الكاملة. وكمان فيتامين ه يعتبر مضاد للأكسدة قوي، وبيقوي جهاز المناعة، وكمان بيساعد على توسيع الأوعية الدموية ومنع تجلط الدم في الجسم. ومن أهم وظائفه حماية الخلايا من السموم والحفاظ على كافة العضلات، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر. خامس عنصر معانا وهو عنصر فيتامين ك، يعتبر مهم جدا للدم. خبراء التغذية بينصحوا بتناول 120 مايكروجرام للرجالة و90 للسيدات، وكمان موجود في الأوراق الخضراء للخضروات، وبيعتبر مهم جدا للعظام زي الكالسيوم اللي لسه هنتكلم عليه. من أهم فوائده الصحية بيساعد على الالتئام السريع للجروح، وبيحافظ على العظام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. عنصر كمان مهم من العناصر الفيتامينات وهو فيتامين ج أو فيتامين سي. هو فيتامين قابل للذوبان في الماء عشان جسم الإنسان ما يقدرش يصنعه جواه زي الفيتامينات التانية، لكن موجود بشكل طبيعي جدا في الخضار والفاكهة، وطبعا موجود كمكمل غذائي. بيلعب دور مهم جدا في النقلات العصبية والكولاجين، عشان كده بيساعد على التئام الجروح، وبيلعب دور فعال جدا في المناعة، وبيحسن من عملية امتصاص الحديد اللي موجودة في الأغذية النباتية، ودي حاجة مهمة جدا. ده غير انه بيساهم في تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. الدهون الثلاثية دي اللي بتتراكم في دهون البطن السفلية والجناب. ده غير انه بيساعد على التخسيس وإنقاص الوزن للجسم، لأنه بيعمل على أكسدة الدهون اللي موجودة في الجسم وانت بتتمرن تمارين متوسطة الكفاءة. هتلاقي الإنسان اللي بيعاني من صعوبة في التخسيس أو حرق الدهون عنده قليل، لو جه عمل تحليل فيتامينات هيلاقي عنده نقص في فيتامين سي. عشان كده معظم مدربين كمال الأجسام بيطلب من المكملات الغذائية اللي اللعيب ياخدها دايما فيتامين سي. الكالسيوم هو عنصر ضروري جدا لنمو العظام بشكل صحي، وخبراء التغذية بينصحوا ان احنا ناخد 1000 ملي جرام للسيدات والرجال. بالنسبة للبنات او السيدات الاكتر من 51 سنة والرجالة اللي اكتر من 70 سنة بيبقى متاح ليهم ان ياخدوا 1200 ملي جرام. بيعتبر معظم منتجات الألبان مصادر جيدة جدا للكالسيوم، وكمان الفول والسبانخ مصادر قوية جدا برضو للكالسيوم. بتقدر تحسن من وظائف العضلات وضغط الدم وقوة العظام والأسنان، وكمان بيساعد على إفراز الهرمونات في الجسم وتقليل مخاطر هشاشة العظام. الحديد بيساهم على نقل الأكسجين في الدم، وكمان قلة الحديد في الجسم دايما بيخليك حاسس بالإرهاق وضعف جهاز المناعة. وعلى حسب الخبراء فهم بينصحوا انك تتناول من 8 ل 18 ملي جرام للرجالة والسيدات. الحديد موجود في اللحوم والورق الأخضر من الخضار الداكن والبقوليات. وتحذير للناس الفيجيتيريان، فهم أكتر الناس عرضة لنقص في الحديد. فالحديد بيعمل على تحسين جهاز المناعة ونقل الأكسجين في الدم زي ما قلنا، وكمان بيعمل على التوازن في الطاقة ودعم وظائف المخ والتركيز. آخر عنصر معانا النهاردة وهو عنصر الزنك، وهو عنصر مطلوب بكميات صغيرة وموجود في اللحوم الحمراء والفاصوليا والدواجن والمكسرات والحبوب الكاملة، وبيعمل على تقليل الإصابة بالسرطان وتقوية جهاز المناعة والذاكرة، وبيقلل من أعراض البرد. الخلاصة: 9 فيتامينات ومعادن مهمة جدا جدا للجسم. زي ما شفنا كل عنصر ومميزاته وموجود فين بالظبط،
هتلاقي معظم العناصر موجودة في الأوراق الخضراء النباتية، الأوراق الخضراء اللي احنا دايما بنرميها، وهي بيبقى فيها الفايدة كاملة من العناصر والفيتامينات. لازم أعمل تحاليل شاملة وأعرف أنا ناقصني إيه بالظبط في جسمي، وأبدأ أكمل اللي ناقصني بالأكل الصحي على قد ما أقدر، أو مكمل غذائي لو أنا مش قادر أوفر لجسمي مثلا زي فيتامين د، بيبقى مكمل غذائي بس على حسب استشارة الدكتور. زي ما احنا شايفين إن الفيتامينات مهمة جدا لوظائف وأعضاء الجسم كليا. لو حافظت على التناول وإمداد جسمي بالعناصر الفيتامينات دي، هكون عايش بصحة أفضل وأمراض أقل بإذن الله. بس كده، لو عجبتك الحلقة اخبط اللايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ودمتم في رعاية الله.